بعد أسابيع من الغلاء، مهنيون يؤكدون تراجع أسعار البطاطس بأسواق الجملة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. عادت أسعار بيع البطاطس لتعرف انخفاضا بعدما ينهاز شهرين من الارتفاع الكبير الذي ألهب جيوب المواطنين وأضر بقدرتهم الشرائية. وفق مهنيين على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، فقد تراجعت أسعار البطاطس حيث سجلوا انخفاضها كما كانت عليه سابقا. وعرفت أسعار بيع هذه المادة اليوم السبت على مستوى أكبر أسواق الجملة بالمملكة تراجعا، حيث تراوحت أثمنة بيعها بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة للسلع عالية الجودة. وأكد عبد الرزاق الشابي رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن الأسعار عادت إلى طبيعتها وانخفضت كما كانت عليه، حيث سجل تراجع ملحوظ بالنسبة بلغت حوالي 40% عما كانت عليه سابقا. وشدد الشابي في تصريحه على أن سوق الجملة للخضر والفواكه عرف ليلة أمس الجمعة ولوج كميات كبيرة من البطاطس، الشيء الذي كان وراء تراجع أسعارها. وأوضح رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن الأسعار تصل إلى 5 دراهم بالنسبة للسلع ذات جودة عالية، و3.5 دراهم بالنسبة للسلع العادية. وبخصوص مصدر هذه السلع الوافدة على السوق، أكد الفاعل في القطاع أن غالبيتها قادم من العرائش ومنطقة أولى الزيان ضواحي الدار البيضاء، ثم تيفلت والجديدة وشتوكة. وفي الفترة الأخيرة قفزت أسعار بيع البطاطس إلى مستويات قياسية تضررت معها القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بلغت 11 درهما في الأسواق البيع بالجملة. واشتكى المواطنون بمناطق عديدة بالمملكة خلال شهر رمضان وقبله من ارتفاع أسعار مجموعة من المواد والسلع بما فيها الخضروات، وضمنها البطاطس التي لم يكن يتجاوز سعرها في الأشهر السابقة قبل موجة الغلاء 4 دراهم.